السلام عليكم يا حلوين. النهاردة هنحكي حكاية ليه حرف ال A من الحروف المتحركة. حرف ال A من الحروف المتحركة عشان نطقه بيتغير على حسب المكان اللي هو موجود فيه في الكلمة. ال A في أول الكلمة بتتنطق شورت A زي كلمة أبل، تفاحة. إنما ال A لما بتيجي في نص الكلمة وبيجي بعدها حرف ساكن مش بعديه حرف متحرك، بتتنطق برضه شورت ايه زي كلمة كات، قطة. انما الايه لو جه وراها اي او لو جه وراها حرف متحرك وبعديه حرف ساكن بتتنطق لونج ايه كبيرة قوي زي كلمة ترين، قطار. القطر رايح فين يا شطار؟ يبقى ترين، قطار. القطر رايح فين يا شطار؟ الايه لو جه بعدها ال او ال تي او ال كي بتتنطق او زي كلمة بول، كورة. الولد قاعد على الكورة. الايه لو جه بعدها حرف اليو او لو جه بعدها حرف الدبليو بتتنطق اه، مع بعض الخلاف ما بين اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية. يبقى كلمة مخلب كيلو. طيب كلمة مؤلف أوثر. ما يلا بينا نتابع الشرح على السبورة. الآ لما بتيجي في أول الكلمة بتتنطق آ، شورت زي كلمة أبل، تفاحة. يبقى كلمة تفاحة أبل. يبقى الآ هنا اتنطقت شورت هي جاية في أول الكلمة. زيها بالظبط الآ لما بتيجي تاني حرف في الكلمة وما بيكونش بعدها حرف ساكن وبعديه حرف متحرك زي كلمة كات. طيب لو جه الآ جت موجودة وجه بعدها حرف ساكن وبعدين حرف متحرك بتتنطق ايه طويلة. وزيها بالظبط الآ لما بيجي وراها اي بتتنطق ايه طويلة زي كلمة ترين أو كلمة بلين. ترين، قطار. بلين، طيارة. الآ لما بيجي وراها ال أو بيجي وراها ال تي أو بيجي وراها ال كي بتتنطق أو زي كلمة بول، كورة. بعد كده عندنا الاي لما بيجي وراها يو والاي لما بيجي وراها دبليو بتتنطق او زي كلمة أوثر، مؤلف. وزي كلمة كلو اللي معناها مخلب حيوان. لو عجبك المقطع دوس اشتراك في القناة. مستر محمد بركات. 0100 19 25 8 3 9.